السد ده مش موجود ومش رسمي ومش هناخده في يوم النيل. طب انت متخانق على ايه اذا كان هو مش موجود ومش رسمي؟ طب انت زعلان ليه؟ اتمنى من الله انه ما ينتهيش بينا الموضوع ان احنا في النهايه ما نحتفلش مع بقيه الافارقه بيوم النيل. وهي الحياه كده، وجهات نظر وطرق في التعامل والتعاطي معها كحياه. كان في منازعات سياسية وبروتوكولية ما بين مصر وما بين أثيوبيا. هذه الفكرة باختصار هو أنه مصر عايزة تحتفل بيوم النيل مع دول حوض النيل الأفارقة بدون ما تذكر بدون ما تذكر طبعا سد النهضة، لأنها بتعتبر أن سد النهضة ده سد يعني ابن سفاح وملوش أوراق رسمية وأهله مش مسجلينه في الشهر العقاري، وبالتالي مش المفروض يبقى جزء من الاحتفالات اللي افريقيا بتحتفل بيها، او ما يبقاش فقره اساسيه في يوم النيل. بينما اثيوبيا شايفه ان احنا يعني دفعنا اللي ورانا واللي قدامنا وقدرنا ننجز انجاز كبير ما يقلش حاجه خالص عن بقيه السدود الموجوده على النيل، في اشاره طبعا للسد العالي المصري او لبقيه السدود الموجوده في السودان او في دول اخرى. بس يا سيدي، والخناقه بدات من هنا الى ان وصل الحال ان وزير الري المصري قال لهم السد ده سد غير شرعي. احنا عايزين شهاده نسب للسد، وعايزين طبعا ما قالش كده، انا بهزر، بس عايزين شهاده نسب للسد وعايزين DNA تيست عشان نعرف ابوه مين. طيب هل السد ده كده بهذه الطريقه؟ الحكايه دي بالمناسبه عامله زي حكايه الدراما كده، في واقع انت مش عايز تشوفه، واقع وموجود والمجتمع بيتكلم عنه وصفحات الجرائد بتتكلم عنه ومحاضر الشرطه بتتكلم عنه واثاره على المجتمع بتتكلم عنه. مره بنشوف واحد ذبح واحد في الشارع عشان بياخد ويتعاطى مخدرات، ومره بنشوف ناس موتة بعض بالسكاكين علشان في بلطجه في الشارع. كل حاجه موجوده وحقيقيه وانت متاكد انها حقيقيه، بس انت مش عايز تشوفها، مش عايز تشوفها، عايز تعيش في عالم مخملي جميل ما فيهوش مشاكل. وكذلك وزير الري، في سد امطار فوق وامطار تحت الارض ومياه معطله واجهزه في العالم كله، اقمار صناعيه بتقول لك لا ده في سد وحجم المياه اللي بتدخل قد كذا وحجم المياه اللي بتخرج قد كذا، وانت في جمهوريه مصر العربيه طول اليوم تقول ده احنا ناقصنا ميه قد كذا واحنا المفروض لينا عندكم ميه كذا. نيجي يوم الاحتفال بدل ما تقول لهم بقى احنا عايزين نحتفل مع بعض بالسد فوق السد ونروح نشوف بتعملوا ايه ونعمل زيارات للسد وتبقى اليوم الاحتفالي كله حوالين السد والناس تشوف السد ده اوله ايه واخره ايه، ويعمل بقى لقاءات مع الناس وتواجه الواقع عشان تعرف تتعامل معاه، مش عشان تشارك فيه. ما هو الواقع ده موجود فاكت، لازم تعرف تتعامل معاه ازاي. طب هتتعامل معاه من خلال العقل المخملي الجميل اللي عايز كل حاجه خضراء ولطيفه وزي الفل، ولا هتتعامل معاه بناء على معطياته؟ بناء على معطياته. فاحنا بقى ايه قررنا نعمل ايه؟ نعمل التانية كحكومه. ايه التانية؟ نقول لهم السد ده مش موجود ومش رسمي ومش هناخده في يوم النيل. طب انت متخانق على ايه اذا كان هو مش موجود ومش رسمي؟ طب انت زعلان ليه؟ اتمنى من الله انه ما ينتهيش بينا الموضوع ان احنا في النهايه ما نحتفلش مع بقيه الافارقه بيوم النيل. وهي الحياه كده، وجهات نظر وطرق في التعامل والتعاطي معها كحياه.